بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الفيديو دوت يا جماعة خاص بالرية الأولى. بص يا سيدي، انت عندك الماسورة اللي طالعة من الأرض اللي مدخلة على التربيعة اهي. خلاص، هتيجي قدام الماسورة وتعمل قناية زي ما هتشوف دلوقتي. خلاص، القناية هتكون بعرض التربيعة. احنا مثلا عاملين التربيعة فدان، الفدان دوت 40 عرضه، مثلا 40 متر. عرضه كام؟ عرض التربيعة مثلا هنقول 40 متر. هنقوم جايين عاملين القناية اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت قدام الماسورة في التربيعة نفسها، في التربيعة من جوه زي ما انتوا شايفين دلوقتي. الفيديو طول ما احنا ماشيين مع بعضنا كده هيوضح اكتر. خلاص، التربيعة ماشية اهيت، بس انا يعني بحاول ما اطلعش الناس اللي موجودة معانا في الارض في التصوير. اهي القناية ماشية بعرض التربيعة. خلاص، وبقوم مقسم التربيعة زي ما انتوا شايفين التقسيمات دي. يعني مثلا ال 40 متر مثلا هقسمها تلات احواض. تلات احواض. بالبتان، حاجة اسمها بتان كده بتتركب في الجرار، والجرار ينزل يعملها، يقوم عامل لك الجسور الصغيرة اللي انتوا شايفينها دي. البتان ده عبارة عن ايه؟ البتان دوت عبارة عن جسر كده صغير كده بطول التربيعة. خلاص، وابدا اروي الاحواض ديت من المروه اللي انا عملتها في التربيعه من جوه زي ما انتوا شايفين اهو ده بيروي اهو. خلاص، احنا بنتكلم دلوقتي على الرية الاولى مش زي اي رية. الارض الجديدة اللي هترويها رية اولى تعمل اللي انا بقولك عليه دوت. هتعمل قدام الماسورة قناية. القناية دي هتتاخد بعرض التربيعة مش بطولها، بعرض التربيعة. وهقوم مقسم التربيعة لحواض صغيرة زي دي زي ما انتوا شايفين كده. خلاص، ال 40 متر تعملهم 3 حواض، وبعد كده تبدأ بقى تروي واحدة واحدة او حوض حوض زي ما انتوا شايفين كده. خلاص، ايه بقى الفايدة من كده؟ ان انا لما بنزل المية بالراحة، ولذلك تلاحظ في اول الفيديو، وهيرجع لكم تاني دلوقتي اهو، راجع تاني اهو. في اول الفيديو شوف انا فاتح على تربيعة وتربيعة تانية. يعني انا فاتح مية البير، لما يكون البير عندي ميته حلوة افتح على تربيعتين وتلاتة. يعني البير ده مفتوح على 3 ترابيع. البير ده فاتح دلوقتي وانا واقف بصور لكم على 3 ترابيع، بس في تربيعة تانية بعيدة ما رحتش انا عندها. خلاص، ليه بدخل المية بالراحة؟ طب ليه بتدخل المية بالراحة؟ انا بتكلم على اول رية. بدخل المية بالراحة على الارض لاسباب. اول سبب عشان الارض تشرب بالراحة ببطء، اخد زمن اطول، فترة اطول في الري. ليه؟ عشان الارض تشرب مية كفاية. دي اول رية، فلازم الارض تشرب مية كفاية على قد ما اقدر. فلو دخلت المية بسرعة التربيعة او الحوض هيتروى بسرعة، فمش هياخد كفايته من المية، من المية. يبقى ده اول سبب. طيب، تاني سبب ان انا القناية دي جديدة. القناية جديدة، فما بتبقاش ماسكة نفسها. فلو دخل فيها مية بسرعة، مية جديدة، هتبص تلاقي نفسك يا معلم الجسور دي كلها مطيرة. هتلاقي الجسور دي طيرت منك، المية طيرتها. المية طيرتها. فبتقوم مدخل المية بالراحة عشان تحافظ على القناية، وعشان تحافظ على الجسور اللي انت عملتها في وسط الارض دي. يعني الجسور اللي انا عملتها بالبتانات لو دخل عليها مية بسرعة هتلاقي نفسك مش هتلاحق ان انت تحوش المية عنها. تبص تلاقي المية بتفورها وهي ماشية كده. فبتقوم جاي مدخل المية بالراحة عشان تحافظ على القناية. والسبب الثالث عشان تحافظ على الجسور اللي في وسط الارض دي، لان الجسور اللي في وسط الارض دي هتتنيها معاك طول العمر.
هتتنيها معاك طول العمر. الجسور الصغيره ده هي اللي جوه اللي احنا عملناها بالبتانات، هتتنيها معاك طول العمر. يعني انا قسمت الفدان، عملت التربيعه فدان، عملت التربيعه فدانين، عملت التربيعه 3 فدادين، هقوم مقسمهم كل مثلا حوض 15 متر، 15 متر او 12 متر، 12 متر، 12 متر كويس. خلاص، هعمل كل حوض 12 متر بطول الارض، بطول التربيعه اللي قدامي، بطول الحوض الكبير اللي قدامي. خلاص، هحافظ بقى عليه. ليه؟ لان انا هنزل هحرت، هعمل ليزر، هعمل بتاع دوت، هحش برسيم، هضم غله، والجسور موجوده مش هتتهد، تثبت بقى في الارض لكل زرعه. خلاص، خلاص. يبقى احنا كده اتكلمنا على 3 اسباب. اتكلمنا على ايه؟ على كام سبب؟ اتكلمنا على 3 اسباب. يبقى اول حاجه، ان انا بنزل الميه بالراحه ليه في الارض؟ عشان خاطر احافظ على القنايه دي، وعشان خاطر احافظ على الجسور اللي موجوده في الارض دي، وعشان خاطر الايه، ال- الارض تشرب براحتها. خلاص، خلاص. طب انا هحافظ على الجسور ديت ليه؟ وايه لازمه الجسور ديت؟ ايه لازمه ان انا اعمل حوض الارض 12 متر بس؟ انا كنت عامل لكم فيديو قبل كده في الحته دي، وقلت لكم يا جماعه انا لما اصغر الحوض اللي انا بسقيه ميه ده بقى خلاص، احنا خلصنا الكلام كده على الرايه الاولانيه، خلصت الرايه الاولانيه ايه؟ خلصت، اللي بتعوز الارض تشرب فيها براحتها. انا بقى اتكلم بقى على الرايه التانيه وانت ماشي كده بقى طول حياتك. الجسور دي فايدتها ان هي هتخلي الميه تجري بسرعه. ليه؟ لان انا بعد كده هضغط ميه البير كلها في القنايه دي. ليه؟ القنايه هتبقى جمدت وبقت حلوه تستحمل الميه، هقوم منزل فيها ميه البير كلها. خلاص، خلاص. واقوم فاتح على حوض او على حوضين على حسب بقى كميه الميه اللي طالعه عندي، لان البيار كلها مش زي بعضها. يعني انا عندي في البير اللي انا بتكلم فيه دوت، البير الاعماق ده، انا هفتح على 4 احواض، مش هفتح على حوض ولا 2 ولا 3، ومش هينفع انزل الميه في تربيعه واحده. المهم خلينا في موضوعنا عشان ما لخبطكوش معايا. فانت ايه بقى لازمه الاحواض الصغيره ديت فيما بعد الرايه التانيه؟ ان هي مش هتستهلك ميه كتير، مش هتستهلك وقت كتير، مش هتستهلك وقت كتير في الري. هتبص تلاقي بقى الميه لما بتبقى ماشيه في حوض ضيق بتجري. فاولا هتدي للارض الميه اللي هي للزرع، الارض الميه اللي هي محتاجاه. اول فايده هتدي للزرع الميه اللي هي محتاجاه، بس مش هتهدر لي في التسميد. لان انا كل ما الميه ما بتكتر في الارض في الري الغمر، كل الميه ما بتكتر كل ما فايده التسميد بتقل. صح ولا لا؟ صح. يبقى انا وفرت في الميه، ووفرت في التسميد، ووفرت في الوقت. بدل ما هقعد اروي في الفدان ساعتين، هروي في ساعه. لان الساعه بفلوس، الوقت هنا بفلوس. انا هبقى مشغل كهرباء بفلوس، او هبقى مشغل بجاز بفلوس، او هبقى مشغل طاقه شمسيه، فليا وقت محدد لازم اخلص فيه. عشان خاطر لو ما خلصتش هقوم جاي قالب على جاز، او هقوم قالب على كهرباء. فيا رب تكون المعلومه وصلت، يا رب تكون المعلومه وصلت. يبقى الفيديو دوت كنا بنتكلم فيه على كيفيه ري الارض الريه الاولى. الريه الايه؟ الريه الاولى. خدوا بالكم والله الكلام ده مهم جدا، الكلام ده مهم جدا، لان ناس كتير جدا مش عايز اقول لك بتتبهدل بهدله كتيره جدا بسبب الريه الاولانيه دي. جسورها بتتهد، ونيانها بتتهد، واخد بالك؟ يعني انا فيه ريه، يعني فيه مره كنت بروي ارض جديده، وكنت جايب بقى حفار
بس ما كنتش بروي بمواسير، يعني كنت بروي، كانت الارض بتتروي بقنايه، ما كانش فيها مواسير. فالقنايه بقى كانت طويله وكبيره، قنايه كانت كبيره وطويله، كان طول القنايه دي يجي كيلو، والله العظيم يا جماعه. وكنا بقى عاملين ايه، آه كل قنايه كده، القنايه بتتقسم، كل تربيعه بيتعمل قصادها كل فدان، خلينا كل فدان بيتعمل قصاده مقص. المهم شاهد من الكلام، نزلنا الميه في القنايه، القنايه طيرت كلها، طيرت كلها، والمواسير دي طيرت كلها، كل الجسور اللي محطوط فيها مواسير اتطيرت كلها. ورجعنا عملناها ونزلنا الميه وطيرت كلها، ورجعنا عملناها ونزلنا الميه وطيرت كلها. ولذلك الحلو بقى في الموضوع ده ايه يا جماعه؟ الحلو في الموضوع، في موضوع الأنيان ايه؟ ودي حاجة مهمة جدا. يعني حضرتك لما تيجي تعمل اللي انا بقول لك عليه ده، اعمل خطوة سابقة شوية. ايه الخطوة السابقة دي؟ شفت القناية ديت؟ انا عايزك قبل ما تروي ب3 4 ايام، ب5 ايام، تنزل مية في القناية دي من غير ما تفتح على الايه، من غير ما تفتح على الاحواض. وقف مية في القناية، املى القناية مية واقفل المية. ده اسمها تخمير، انا بخمر القناية، بخمر الايه، القناية. يبقى قبل النقطة اللي انا بكلمكم فيها دي، قبل اي كلام في الفيديو بتاعنا ده. يعني انا كنت اصول اقولها في اول الفيديو خالص، بس انا لسه فاكرها دلوقتي، لان انا مش بحضر يعني للفيديوهات، انا بكلمكم كده ايه، ارتجالي كده. مش ارتجالي دي كلمة صح برضو؟ المهم، فانت تخمر القناية دي. تخمرها يعني ايه؟ يعني انا قبل بروي بيومين، ب4 ايام، ب5 ايام، املى القناية دي مية على اخرها، واقوم قافل المية عنها على ما يجي ميعاد الري بتاعها. فالقناية تقوم ماسكة نفسها، المية تخمرها، تخمرها يعني تمسك جسورها، تجمد جسورها اكتر. يا رب يكون الفيديو مفيد ليكم، وكل فيديو وانتم طيبين. واعذروني انا اليومين دول مضغوط جامد في تصليح الارض، تجهيز الارض اللي انا واخدها، وعندي الحمد لله يعني فضل من الله عز وجل، عندي كل يوم ناس. فتعبان جدا، تعبان ومضغوط جدا، اطلع من الصبح ما اجيش غير الساعة 12 بالليل. فمعلش اعذروني، انا اسف لو كنت مقصر في حقكم شوية. وربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب، وكل فيديو وانتم طيبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.